بتر تشيكن أو الدجاج بالطريقة الهندية أو دجاج الزبدة، واحدة من أطيب الوصفات للدجاج، وسهلة كمان وسريعة. فلو كنتوا محتارين في الطبخ جربوا هاي الطريقة، طعم جديد وطريقة جديدة، وإن شاء الله إنها بتعجبكم وبتكون سهلة عليكم. شوفوا ما شاء الله القوام كيف كريمي ودجاج مستوي. فجربوا طريقتي وشاركوني صوركم أنشرها على صفحتي، واحكوا لي من أي بلد بتتابعوني. عندي كيلو ونص من صدور الدجاج، قطعتها مكعبات كبيرة زي ما انتم شايفين بدون عظم. عليهم معلقتين كبار من اللبن الرايب، حوالي 3 ل4 سنون من الثوم المهروس، ومجموعة من التوابل كلياتها راح اكتب لكم اياها تحت الفيديو. والمفروض انه نضيف كمان معلقة من الزنجبيل الفريش، بتعطي طعم طيب. أنا ما كان عندي فاستخدمت البودرة، بس إذا عندكم فريش استخدموا، بتعطي نتيجة أطيب. بفرك الدجاج مع التوابل وبدي أتركه شوي لحتى يتبل، حوالي ساعة لساعتين على حسب وقتكم. وبعد هيك سخنت 70 جرام من الزبدة مع ربع كوب من الزيت النباتي على نار عالية. بس سخن الزيت منيح بنزل بقطع الدجاج، وما بنزل فيهم كلهم مرة واحدة لحتى ما ينزلوا السوائل تبعونهم، لأني بدي إياهم ياخذوا لون أحمر يعني، ويتحمروا ويحتفظوا في السوائل داخلهم أطيب. بس أخذوا لون زي ما أنتم شايفين، ما بقلبهم لحتى أشوفهم نشفوا يعني. وبعد هيك برفعهم وبنزل بالوجبة الثانية عشان أحمرها بنفس الطريقة. وعلى أثر الزيت نفسه نزلت ببصلة كبيرة، قطعتها خشن زي ما أنتم شايفين لحتى بدأت تذبل. وبس ذبلت بدي أنزل عليها بمعجون بندورة. معجون البندورة أنا استخدمت معلقة كبيرة واحدة، بس انتوا بتقدروا تضيفوا كمان معجون بندورة إذا استخدمتوا لحب البندورة ما يكون مستوي منيح. أنا استخدمت 4 حبات بندورة كبار، قطعتهم وضفتهم مستويين، وكمان حوالي 3 سنون من الثوم المهروس. والتوابل راح أكتب لكم إياها تحت الفيديو، إذا عندكم زنجبيل فريش ضيفوا. ومعلقة كبيرة من السكر، ملح على حسب الذوق، حوالي معلقتين كبار من الخل. وآخر شي الكاجو، حوالي كوب من الكاجو الني مش محمص، وأساس الكاجو ما تستغنوا عنه، بيعطي طعم طيب. بقلب كل المكونات مع بعض، وبعد هيك بنزل بالمي أو المرق حوالي لتر، وبترك كل المكونات لحتى يعني تتسبك مع بعضها. بس استوت أو تسبكت بدي أطحنها، وبردت شوي بدي أطحنها طحن ناعم قدر الإمكان زي ما انتم شايفين بالخلاط بالهاند بلندر الموجود عندكم. والخطوة اللي كثير بتفرق في الطعم وبتفرق كمان في القوام، إن نصفي الصلصة هاي قبل ما إن نضيف عليها الدجاج كمان مرة. فصفوها وشوفوا كيف تحصلوا على قوام كريمي وطيب. وبعد هيك بعد ما إني صفيتها برجعها على النار كمان مرة، وبنزل قطع الدجاج هاي بعد ما إني حمرتها كلياتها. شوف ما شاء الله كيف القوام. وإذا بتحسوها شاد شوي بتقدروا تضيفوا شوية مي أو مرق. وهون عندي كوبين من كريمة الطبخ، ضفتهم قبل ما إني أطفي النار. وإذا ما بدكم تضيفوا كريمة بتقدروا تضيفوا علبتين من السور الكريم أو الشمانت، كمان بيعطوكم نفس النتيجة. وبنقدمها، في ناس بتحب تاكلها مع الرز الأبيض أو مع الخبز. جربوها وإن شاء الله إنها حتعجبكم.